ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى فطاير حلوه قوي وجميله وتحفه. ده كفايه بس الريحه بتاعتها، بس لما انا كنت بعملها كده، وكفايه بس شكلها روعه وجنان. والله فعلا تستاهل ان انت تعمليها. طبعا طبعا ابدا الفيديو تعملي لي لايك، تعملي لي اشتراك للقناه، وتفعلي لي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد انا بقدمه لك. يلا نبدا مع بعض الفيديو الجميل والفيديو البسيط اللي انا طبعا بحاول ان انا بجيب لكم حياه سهله وحياه بسيطه مش مكلفه ولا اي حاجه. يلا نبدا مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين طبعا دي طبعا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من هي الكبيره بتاعه العصير. وهتجيبي رشه من الملح، رشه من السكر، وهتجيبي كيس خميره فوريه. تمام. وبعد كده طبعا هنقلبهم مع بعض كده. وبعد كده طبعا تكوني انت مجهزه كوبايه من اللبن. طبعا كوبايه دافيه، طبعا هي خدت مني كوبايتين يعني بالكتير قوي هي كوبايتين بس لبن. طبعا ممكن تعملي لبن وتعملي كوبايه من اللبن، كوبايه من الميه، يعني لو انت مش متاح عندك اللبن زي ما انت شايفه دلوقتي. وبعدين كده هتضيفي يعني حوالي 3 معالق من الزيت عشان خاطر بس تتملس كده معانا حلو كده وتكون ناعمه معانا. طبعا بعد ما لميتها طبعا عملتها كده بالزيت كده برضو في الاخر كده، وجبت معلقتين من الزيت، يعني بالكتير قوي 5 معالق من الزيت او 6 معالق من الزيت زي ما انت شايفه. طبعا لازم الملمس بتاع العجينه تكون ناعمه زي ما انت شايفه كده. انا عاوزاها تكون ناعمه عشان تاخدي فطاير هشه وتاخدي حاجه حلوه او حاجه جميله ناعمه كده وحلوه. زي ما انت شايفه طبعا انا بلفها ازاي. كل ما تعملي تعجني في العجينه بتاخدي معاكي عجينه حلوه، وعجينه كده تكون ناعمه وحلوه. زي ما انت شايفه انا بلفها كده زي ما انت شايفه كده. وبعد كده طبعا هتسيبيها لمده ساعه ساعتين حسب ما تخمر. تمام. احنا مش هنطول اصلا في التخمير بتاعها، يعني بقول لك انا احنا في الصيف مش هتاخد تخمير معاكي. تمام. وبعد كده طبعا ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه، حابه تعملي نص حابه تعملي كيلو حسب الكميه اللي انت حباها واللي انت ترتاحي فيها. تمام. بس انا طبعا بحاول ان انا بجيب لكم الحاجات اللي هي موفره شويه والحاجات البسيطه على قد ايدك. وبعد كده طبعا مع انا طبعا حطيت زيت قبل ما احط اللحمه علشان خاطر اللحمه ديت مش محطوط فيها يعني نسبه دهون قد كده. فانا حطيت يعني حوالي 3 معالق من الزيت، وبعدين ضفت اللحمه. وبعد كده طبعا نجيب بصلايه تكون مقطعه، ان طبعا ديت بصلتين مش بصلايه، انا جبت دولت 2. تمام. وبعد كده طبعا هنجيبي فلفل الوان. طبعا انا حطيت قرن واحد بس من الشطه، وحطيت 2 من الفلفل. طبعا التوابل اللي انت حباها. طبعا لو عندك توابل اللحمه ممكن تضيفيها تبقى احلى كمان، بس انا ما كانش عندي متاح. فانا ضفت طبعا مكعب من المرقه، وضفت فلفل اسود وكمون وبهارات، اي توابل انت حباه واي توابل انت بتحبيها تضيفيها عادي مفيش مشكله. وطبعا ضفت نص معلقه من الملح، مش تكتري من الملح عشان لو انت حطيتي مكعب مرقه. وبعد كده طبعا هنجيبي معلقتين من المعجون الصلصه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا مش عاوزه يكون فيها يعني الصوص بتاعها يكون كتير، انا مش عاوزه صوص فيها في اللحمه المفرومه، عاوزاها تكون هش يعني ناشفه كده، ولا طريه ولا ناشفه. تمام. طبعا العجينه بعد ما خمرت ما شاء الله يعني كويسه، والعجينه بتاعتها عدد حلوه قوي وناعمه. طبعا زي ما انت شايفه انا بقطع واحده كبيره على واحده صغيره، بقطع واحده كبيره على واحده صغيره. طبعا الكل هيقول انت بتقطعي واحده كبيره واحده صغيره ليه؟ عشان انا طبعا الكبيره ديت هفردها، وبعد كده احط عليها اللحمه اللي احنا عملناها، وبعد كده هجيب الصغيره اللي احنا عملناها هنغطيها بيها. انتوا هتشوفوا دلوقتي. تمام. طبعا زي ما انت شايفه طبعا انا عملت واحده كبيره وواحده صغيره، بلفها كده زي ما انت شايفه. انا بس بحاول ان انا اوريكم بتتلف ازاي. شايفين يعني انا بطبق ازاي في العجينه. واهم حاجه العجينه تكون طريه، ما تكونش يعني ناشفه معاكي كده، تكون طريه كده. خلاص خلصت الكميه زي ما انت طبعا ملاحظه اللي في كبير وفي صغير. سبتها يعني حوالي 20 دقيقه كده ترتاح لها شويه. وبعد كده طبعا هنجيب الكبيره العجينه الكبيره.
طبعا انا فردتها كده زي ما انت شايفه. وطبعا هتجيبي طبعا جبنه موردليلا، وهتجيبي طبعا الحاجه البسيطه والسهل اللي احنا جهزناها زي ما انت شايفه كده. طبعا حابه بقى تحطي زيتون، حابه تحطي كاتشب فيها، حابه تحطي اي حاجه فيها، ما فيش فيها اي مشكله خالص، اللي انت ترتاحي فيه واللي انت تحبيه. دي طبعا القرصه اللي هي الزغنطوطه الصغيره اللي انا قطعتها، شايفين. هتجيبي بقى اللي احنا عملناها الكبيره، هنجيبها بقى ونجيب الصغيره نحطها عليها، وبعد كده بقى نغطيها بيها. تمام. هنحط الكبيره على الصغيره زي ما انت شايفه كده. انا هتعمليها كده حاجات بسيطه كده على ايدك، بايدك كده. وبعد كده طبعا هتاخديها بقى على الطاسه بتاعتك الجميله. ده طبعا الطاسه كان مطرحها اللحمه والحاجات اللي احنا عملناها في الطاسه. فطبعا انا طبعا ما عملتش لكم مواعين كتيره، يا ريت اصلا يعني تدعي له دعوه حلوه كده منكم، عشان انا مش بعمل لكم مواعين كتيره ولا بعمل لكم حاجات كتيره. تمام. طبعا هتضيفي معلقتين من الزيت في الطاسه، أو يعني او 3 معالق بالكتير قوي في الطاسه، علشان خاطر تحطي العجينه بتاعتك اللي انت جهزتيها. وبعد كده طبعا هتجيبي العجينه التانية زي ما انت شايفه انا بفردها معاكم. يا عيني على الجمال والحلاوة ديت يعني. بصراحة شوية بقى فطاير حلوة قوي وجميلة. يعني تتاكل كده يعني من غير اي كمان اي حاجة جنبها، يعني ولا كاتشب ولا اي حاجة خالص، يعني بتاكلها كده من غير اي حاجة جنبها. بصراحة طعمها وجمالها كانت ريحتها تحفة، يعني حاجات بسيطة انت بتعمليها بتطلع معاكي ممتازة زي ما انت شايفة. طبعا هتجيبي طبعا القرصة الصغيرة برضو، اللي يعني الكرة الصغنطوطة اللي احنا عملناها، هتحطيها مع الفطيرة الكبيرة اللي احنا عملناها. انا طبعا بحاول انا بعمل واحدة واحدة علشان خاطر البنوتات اللي بتسمعني، عشان طلب مني في التعليقات اللي انا انت بتعملي الفيديو على طول وكده يعني بسرعة. فانا عشان والله الوقت بس، وعلشان خاطر الدقايق بس بتاع الفيديو مش عاوزه اعمل عليكم. فانا طبعا معلش طبعا لو انا بصر عليكم الفيديو. طبعا انا بوريك اهوت بالراحه زي ما انت شايفه. طبعا انا بعملها بايدي بالراحه، يعني مش بضغط عليها زي ما انت شايفه. خدت اللون الجميل ده، اللون الحلو ده، شايفين بقى اللون ده؟ شايفين الجمال وشايفين الحلاوه؟ احلى فطاير واجمل فطاير ما شاء الله. حاجه يعني ممتازه. الحلاوة دي حاجة ممتازة، حاجة روعة فعلا والله. ما عنديش اصلا تشتري اي حاجة من بره، تعملي كل حاجة ببيتك بحاجة بسيطة جدا، وحاجة مش مكلفة ولا اي حاجة. يعني من كل دقيقة او 2 كيلو دقيقة هتعملي احلى فطاير حسب كمية الاسرة اللي عندك. ما شاء الله على الجبنة، ما شاء الله على الجمال. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، اتمنى طبعا بتاعه حلوة منك. مع الف سلامة، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.